بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. ويهق جيني تاحا كل دي سيلاد وشدو سليمان بيامر عليه السلام تندي ترد والوردو ويتغنى إن شاء الله تعالى. ذكر سليمان عليه السلام في القرآن 17 مرة يريد تزحخنه قرآن تاحا سليمان بيامر شوز سورة البقرة شوحي سورة نساء شوحي سورة أنعام شوحي قز سورة الأنبياء شوحي سورة النمل شوحي اشت سورة السبأ شوح سورة صاد شوح شوزو. أشارت سورة البقرة إلى افتراءات اليهود على سليمان عليه السلام بعد وفاته. سورة البقرة شو حوينين يرشل إشر شاء سليمان بيمر حقا يهود شاء تنتقل لن يرشل خارس ونشو إبلشل تيح ومزاعمهم حول السحر والسحرة والشياطين أي ساحر خلير قال شيط نش سحرت يتشيز آج تقوش دوة إن شاء الله. وذكرت قصة الملكين هاروت وماروت في بابل اشت هاروتي ماروتي إز بابل آخر دولو إذا ويا إن شاء الله تقاش حديث سردو. أما سورة النساء فقد ذكرت اسم سليمان عليه السلام ضمن مجموعة من الأنبياء عليه السلام صلاة والسلام. سورة نساء شو حكيت بيمرش ثاني حخن وارا سارخ مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان كيش بيمرش ثاني وعاخن وقال وآتينا داود زبورا داود بيمر وبيتس نقول انت شكدر لو تنديتر سليمان بيمر داو أي دالش هق بيمر شن وحيد أي تربو دالش ين وحيد أيتن شين تجينش دي سن. وكذلك سورة الأنعام قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. سورة أنعام جوحي اشتبه مرشتاني عاخنوات. وفي سورة الأنبياء وردت إشارة إلى سليمان في تفهيم الله له الحكمة واستدراكه على حكم أبيه داود عليه السلام في الآيتين. أنبياء سورة جوحة إشار يقوزحا دال قل يريحا سليمان بيغمر نبل بولش بولقية تمي داود بيغمرين يولش القيل لنا تحوى تو إقيل لجمتو يشير ويديتنا إذا داود بيغمر يوتشيناحا إذا شين آية حاخندو. وإشارة إلى بعض ما أنعم الله به على سليمان من تسخير الريح والشياطين وذلك في الآيتين كذلك. إشاريو إتياحا شين آية عيو إذا دال سليمان بيغمر ديل دولش دول نعمة دوش موخي شيطنا شيطنا متعبر. ووردت أطول مشاهد قصة سليمان في سورة النمل إيش تقر الدقة سليمان بيغمر سورة النمل جو حاخينو سورة النمل جو حا قيتر آية تيرا شوز دول آية قاتشلز. بدأت الآيات بالإشارة إلى وراثة سليمان لداود وتعليم سليمان منطق الطير. إشارة سليمان بيغمر هوش دعيول وشا سليم داود بيغمر إرس توحي يتري حوزي منطق تير موت الله دال سليمان عام بري. ثم تحدثت عن مرور سليمان بجيش على وادي النمل
أي سورة النمل شو حائط النمل زينتك عش دولش دول متي يقول شيء اسكر ثاني ديع وول شيء نح زينتك تنخيل دولش دول قام يلي إشتا هدهد قصتي هدهد ده إذا سليمان بيامرة بلقيس يولشي تاكي غط يتغيتن يولشول هدهد يو أقتشاء هدهد ده إذ ملكة سبأ يمن يحخ الله إذا يمن يحا إيش الله وتنا بالخن عبادة ديش دولش دول قام الله هن هنسد عبادة الله اتن إبا عندلش سليمان بمرتيه يعني هدهد يقز اشت ديوتر إن شاء الله تعالى تما قاتش وإذا ديخ ديوتر دو إيش شهوتع وتحدثت سورة سبأ سورة شعاع عن سليمان بعد حديثها عن أبيه داود عليه السلام حيث أشارت إلى الريح التي سخرها الله له وقت حخنا داود بيمر ويتن شلت سليمان بيمر إموخ دال متع بري وإلى النحاس الذي أساله الله له تيست الله دالا تيستغشين الوقت لالوش إتن متع دري وإلى عمل الجن بين يديه سليمان بيمر حلقة جن شبوال بيشغلري وإلى بعض المصنوعات النحاسية العظيمة التي يصنعها الجن له اشتا جن سليمان بيمر تن أمر ثاني يشول يقئت يستنغ يشول شول غش واشي ثم أشارت الآيات إلى وفاة سليمان عليه السلام اشتأت سورة سليمان بيمر ولردي تنوين بطريقة عجيبة انزلي طيب انزلي حلق الله ولر جعلها الله عبرة للجن ولر جنشن تنخ مصل خلتش جنشن أي جنشن قيلا دقة خأي تخأي خؤتش سليمان بيمر ولر إذا ودوت إن شاء الله تعالى إذا شين آية يعدو آية يعدو. ثم انتقلت سورة بعد ذلك مباشرة للحديث عن قصة سبأ سبأ إذا بلقيس قامدو ديتر دوش سيخ ديعدا لا إذا ديتر سورة شكاحة آية سورة يعني آية شكاحة وكيف دمرها الله على أهلها لما كفروا بالله أي الله ديلت إنكر له يتش ديلت كفر الديتش سبأ قام الله دار هلك مودنا. أما سورة صاد فقد تحدثت عن سليمان بعد داود عليه السلام عليهم السلام. أما سورة صاد جو داود حقين جلت حقين سليمان بيمر وأشارت إلى حادثة سليمان مع الخيل الصافنات الجياد اتستير وإذا عدو الأردو الصافنات الجياد بوش دي خيل قورشو الصافنات الجياد إذا بتنمعنا ويوقع إن شاء الله تعالى بالقل دوقردو. ثم إلى فتنته بالجسد الذي ألقاه الله على كرسيه دالا سليمان بايمر زوش تندين درش الفتنة إذا حيخ وردوية. ثم ذكرت بعض مظاهر الملك الذي وهبه الله له يخا دالا سليمان بايمرنا دل درش دول بتش القلة حيث سخر له الجن والشياطين والريح والطير جن شيطنش موخ حوزي شادرجي إذا سليمان بايهمرنا دال متعدين خلر هنت قصة دعي والوش ورث سليمان داود باخقو أي داود يقول إرس إيزر سليمان أخو إرس توتو تنقر ياتسك بايمرشا إرس إيوش بات بايمرا إرس بوغا نسل يتستويو نسل يتستويو تشباتش الغيرتسا بايمر شيتن يولشول نسل يتستو تيان دوزلنا خلوشيات تا بايمر ينق دا خو نسل يتستويو خو إرستو قوزا دوش دق إنتو إذ إنتو بيلقى دوق إن شاء الله. سليمان هو ابن داود عليهم السلام وكان مساعدا لأبيه في الملك والقضاء إذ قال يا رياحي اتبتش دقيقة رياحي شيدين غوينش ورباخ سليمان بايمر داود بايمرنا قيمة خلي داود بايمر ديوزل دلع وين بيسنك سليمان وق وأثنى الله عليه بما آتاه من علم وحكمة وفطنة وموهبة. الله دال سليمان بايمر يوش حش الله دال تندل دلوست العلم حكمتي
فتنة قيتم وموهبة إذا جوز اللقاء. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود شاد وزل هبته دا ديلر صوغته دوزل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلهم من يشاء عقيما. سورة شور شوحة الله دال شين لؤجن يعري الله شين لؤجن كنت الله شين لؤجن شيئت عني الله شين لؤجد يزل ووش ويتشاء الله هبته يهب آلنا الله دال يهب أي هبت صوغت دوز هرا دال داودا دلدل صوغت سليمان نعم العبد دكلي ورئبه إنه أواب يختن صفة دوش أواب ورز أواب أي رجاع إلى الله الله ديلي ورش توب ديش دائما الله ديلي ورش خلا إذا شين جاتش دردوش دائما حقق عبوديته الصادقة لله أي ديل خلما ويزر لي ورئبه إلي شاويخش لذلك وصفه الله بها بأنه نعم العبد سندير نعم العبد ديكلي ورئز الحخنة. ومقام العبودية مقام عظيم ديل لي خلر سيل الليو دال يدوزل دوئز ويدديش الله ديل ليش ويدلح خلما ديزر وصف به أنبياء الله عليهم إيش ديل ليش بو الحخن بود بيسن باي مرشي. وسليمان أواب رجع إلى الله إلى رواية الله ديلي ورش وإذا عابد له عبادة ديش وإذا متصل به ديلت يؤمتك دائما دحوتنا وإذا كثير العبادة والذكر والأوبة والتوبة لربه دق عبادة ديش دق ديل حيخوشي دق ديل يجاتش دردوش توب ديشي وإذ اشت داود ويتنوين أواب وقال واذكر عبدنا داود إذ ذا الأيدي إنه أواب قال عبد داود فيمر دقوا أيت حخوية ذا الأيدي معنا شوي حلقة داود فيمر ويتشين عديتنا إنه أواب الحقن وقع يغى وصف سليمان عليه السلام بأنه أواب نعم العبد إنه أواب إلى روي. وقارن بين العبودية والأوبة والرجوع إلى الله في الكلام عليهما فداود عبدنا وسليمان نعم العبد. عبوديتي الرجع الله ديلي ورش خلري شيء حني ويتسنو سليمان بايمر ويتسن داود بايمر ويتسن داود بايمر ويتسن عبدنا ألا وتليئة شيء ليئة وسليمان بايمر ويتسن نعم العبد ألا ديك ليئة مساعدة سليمان لأبيه في الحكم والقضاء يتقوهن سليمان بايمر شيدينا غين تشخلر كاليتشينا حي يبتشحل قليل ريحي. وأشار القرآن إلى مساعدة سليمان لأبيه في الحكم والقضاء قرآن وإشارين وين سليمان بايمر شيدينا غودي أشخلت غين تشخلر لما استدرك عليه في الحكم في قضية الغنم والحرث ويتنا إزدوتا بيش يوغاين ج وبشم يديتر شون دقدو شدو داود بامرويتشي نعا داود بامرين يرشو الله إقل استدراكي سليمان بامرو إقل كيتش كي بري نقطوه. وذلك في قوله تعالى مصدر إزالة سورة أنبياء أجوع وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان داود بيمر كلنا ففهمناها إقيلا قضية سليمان بيمر قيتا بلرت حقا الله وكلا آتينا حكما وعلما دلع يغشيئة داود بيمرنا سليمان بيمرنا حكم قال يرد لرشا بجحل قل دل علما دل. وقد تحدثنا عن هذه القضية باحق وإديتنا باحق يوديتر ذات واسمه. ويهمنا وين هنت ويترجو يشتق أن نشير هنا إلى ثناء الله على سليمان وداود
دا لا سليمان بيمري داود بيمري شيئية حستن خلر وكلا آتينا حكما وعلما آل هورنا شنية حكمي علما دلر آل وإلى تخصيصه سليمان بمزيد من الثناء دلع سليمان بيمر يحستر يحصو يقنق ففهمناها سليمان آل سليمان بيمر كيتا بلر آل وتجلى هذا التفهيم الخاص لسليمان في استدراكه على حكم أبيه كيتا مش حقول بيلا مش بيلا وين آلشة داود بايمرين يولا شول كيلا إحي سليمانين يولا شول بايمر سليمان بايمرين يولا شول كيلا شوية إيتسن يولا لقد منح الله سليمان عليه السلام مزيدا من الفهم والعلم والحكمة والفطنة وهذا من تفضيل الله له وإنعامه عليه وبقي سليمان مساعدا لأبيه عليه السلام طيلة حياته ولما توفي داود أمر أمر سليمان الطير أن تظلل عليه لتقيه حر الشمس. الله دال سليمان بيهمر كي تمي علم حكمة فتنة إرحي الدق ويتسند هم كي هم انتقي إركيتم بولش خلا إذا الله دال تندل دولش دول نعمة دو شد داود بيمر ولا تساتن وين شاخ الله قضى أحي كل يحي بتشال دقي عليه خلا إذا سليمان بيمر داود بيمر بيرتش هنا سليمان بيمر حوزي يجا عند الله دي داود أنا تملخ خلري الأمر دي ناخل الليل الله دي تسنوين وقع إن شاء الله تعالى ويدي تشكحها وين قردوا شو مشتو وراثة سليمان داود في النبوة والملك ها هنت وراثة نسل يتستوى إرس خو إرس خلا سليمان بايمر ياتسق وإيلرك بايمر شا تعلق وتعا بايمر إرس تن نسل يتستوى تن دوزل نغلوش تخلا ناخن بيت المال خلا بايمر نسل يتستوى بايمر محمد بايمر صلى الله عليه وسلم إرث بيت المال يعني إذا ويقعد حديث دي تسدو إن شاء الله أبو بكرنا أبو بايمر يوع فاطمتنا يوع بايمر ديوش ابن عباسنا يوع خيل لق حغوش إرس بحندلش نو إز ديخ ودي تسدو نوقو تا دا عهور دوين تقع إن شاء الله أي خو إرس الأرشة النبوة والملك دوك بتش حلقة دو تسو عدي سندولش دول النبوة بايمر الله دوك وبعد وفاة داود ورثه ابنه سليمان واستلم الأمر من بعده أي سليمان بايمر شيدا داود ولج تنبوالخ قدع دقي عشان تسسو كما قال الله وورث سليمان داود. بماذا ورث سليمان داود؟ تنس إرسئت سألش ورثه في النبوة والرسالة اللي بيغمر اللي فهو نبي رسول مثله عليه السلام داود بيغمر سنة بيغمر وإز وورثه في الملك والخلافة ذا خلافة إطلات خليف بتشع وإذا حيث ولي أمر بني إسرائيل من بعده بنو إسرائيل جكتي بقشة تان وأيتن والبيغمر وإز تان تقوى أيتن الله داود بيغمر دعوة شوفتها ولم يرثه في الأموال والممتلكات باغ مش باتو حياتك إيرس داتو حياتك لأن هند من سنة الله في حق الأنبياء بواتو ديل سنة تغضعنا باغ مش حقاحة أنهم لا يورثون عليهم السلام تيرجر إيرس سامو إيوش دات تيرجر النسل يستوقيتشن ديعي والشيات أخشن تيجيوتوي باغ مش مال فلا يأخذ أولادهم ورثتهم شيئا مما خلفوه وراءهم تدوزلو تار غيسنك تعمى حتى ايوت فإن تركوا أموالا أو ممتلكات فهي صدقة ساغن دعيوتك ناخن ساخرق سنخبارتو ينفقها ورثتهم أو أولو الأمر من بعدهم في سبيل الله تندوزلو يوغيل إشا يا تتخذتن بولش بول بتشح تزامن بولش بول تار يعيل إشا باش خلياتsa بايغمر شيخ يسن يولشول هما إذا دعيو عليه دليل ذلك خذ دليل دتن ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بخاري سديت مسلم سديت نار عائشة تيقرا
أن أزواج النبي بيمر زدري حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمر بيلت شلتح أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن. أبا بكر ورشي عثماني غوال يلا تعرى بيغمر ديسن دولشتو إرشين حلو إل زدر. فقالت لهن عائشة عائشة ما إيه بيغمر زد أليس قال رسول الله بوصو دال إلى شنو سألته لا نورث أي يطرح إرسام حيوة ما تركنا صدقة أو ديتن دولش دول إرسا أو بيتن بولش بول باخما ساغدقنا غنال. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس إشت بخاري ديسنا عائشة تقردو ألا فاطمة بايمر يوعي والعباس بايمر ديوشا رضي الله عنهما أتيا أبا بكر أبو بكر ورش بأكرش يلتمسان ميراثهما شيخ إرس حقيت بايمر يعديسن دول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضهما من فدك فدك بوشو متع بايمر ديسن دول لت زملني أجاستك حيوش بوش وسهمهما من خيبر 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 يا حتون كاتش دولش دول داعضوي خيبر جوكتي أرابي أختار حياك كان يولش دول زوي واتن يولش دول متجيو سنو ديسن دولش دول داقا. فقال لهما أبو بكر سبوخ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة شينا أخذ ديل لشنو أورشا تروح يسمو يجدات أوديتنك ساغا دوال. قال الإمام ابن كثير عن وراثة سليمان لداود عليه السلام عليهم السلام وعن هذه السنة في شأن الأنبياء قال الله تعالى وورث سليمان داود أي ورثه في النبوة والملك. اشتا ابن كثير سبوغا هر آية دوتشي ناحا داود بايما ديتن درشتور إرسي بچحال قلي النبوة بايما رلا در وليس المراد أنه ورثه المال في المال أخشى لأنه قد كان له بنوه غيره سلمان بايمر وزق مغليت دوزل دقوبه فما كان ليخص بالمال دونهم أقستن بايمر سلمان بايمر للعطي المواتري أخشى الحاري. ولأنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وفي لفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ثال ففتريات دي شوارة هند ألشا مسيح بيغمر صحابي يقرد أنا وين بيغمر الله صلى الله عليه وسلم وتروح حديثنا نساعدو إلس دي أشدات تروح حديثنا قال مصر بيمرش على نحن معاشر الأنبياء نحن معاشر الأنبياء تو دقي بيمرش على شات ساعة سويت نتوى. فأخبر الصادق المصدوق عليه السلام الصادق المصدوق بيمر صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم أي قنا قبل شاتون إرساتون دوزل دو أشغله أما بايمرش إشتباتهم بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج أي محتاجين بوقدك كيتشانا حشدل كان العدو يجتوت سيرجر ديسنج لا يخصون بها أقرباء يرجر كان دانس لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك تان جرجع بايمرشن جرجع دنيا كيزكم يو كما هي عند الذي أرسلهم واصطفى وفضلهم. لقد ورث سليمان عن داود عليه السلام خلافة إيمانية ودولة قوية ومملكة متقدمة متكاملة. سليمان بيغمر نيسنا قيوان يالشا ديل اختيش ديل تعوي عشديسا قامدو خلافة إيمانية شو شاغين دولتي بتشحال قل ميلا متقدمة يالشا تعجين يلا رزواي شيء دقوية يلش ولا بتشحلقه فحافظ عليها تو إلى ريرة وقواها قيد شغيرة ووسع رقعتها قيش ورير قي زوي واحد ياش متكش وضم لها بقاعا أخرى قي متكش شي بتشحلقه يعطي غرتو وطبقها فيها شرع الله دير شرع دعوة تيرتو شي بتشحلقه
وأسعد الناس وسار بهم في طريق مرضات الله. ناخ إلسيبيلتو شي باتشال كاحا إيش ديل ريز خلري بيقرتوش. وبلغت المملكة الإسرائيلية في عهد داود ثم سليمان عليه السلام الذروة الأوج والقمة. То есть высшая точка апогея октона версия материалч. قتر شاغيل حاليا باتشالكر إذا داود بيمر سليمان بيمر والجناحة جكتشي باتشالك. وبعد وفاة سليمان ويلتولتيح بدأت المملكة تضعف وتنزل. غل اللي ولد غلق اللي ولد. وابتعد الناس عن مرضات الله ديل ريس خلال الملا جين بيولرناخ. وصاروا في طريق معصية عوص اللي بغرش. وانتهى الأمر بإزالة هذه الدولة بسبب كفر اليهود بالله. اتجوكت الشديل انكر لو كرسنا البا عندولشا يبتشال كي واحد عيغر اتسلت اغين يولشا بتشال كي واحد عيغر كومبوت. والله تعالى أعلم. هنسا سليمان عليه السلام وموقفه من الصافنات الجياد. هق حياه كان وين إسرائيليات شدقو أقر حلقة الصافنات بوغدو الجياد بوغدو الصافنات قورشيو الصافنات هندي ألا ترى ألشا شيء كنت خصدلوش خلاش إيش كاك وقت على شغل كون بيئة كواك بونن ساك وقت أيبا واحد سبيروش أيبا ذات لوزة شغلي ساقورة كاك وقت إيه خد تبيعولنا إيش تلوزة باش سلت كابيتايا خز صورة طرق سون إسخينا تكيبر بوغ دو إس صافنات بوغ الجياد ده تشخ كلاش تشخ كاخلاش خز آخر لاش تشخ كاخر لاش صحيح الإسرائيليات قاعدين نوين توش كوكش كيجوش وعيه كري ترش ده شيء أري بوش ده لي بعض ذاتس إسرائيليات شوش تفسير كع كرم دوينز ده لا إذا إسرائيليات كر حد ينهم دو نبقى دق مودو إلشة وين نجح صندوق خمسة يلحق جم دخل من الدوار هذا يشوي. سليمان عليه السلام وموقفه من الصافنات الجياد. أشارت آيات القرآن إلى حادثتين حدثتا لسليمان وهو نبي الملك. قرآن شيء حالدو سليمان بايمر نخيل دول ديتسن وين خدوا إذا حادثة الخيل. حادثة الخيل إذ نشدقي وين سحقور دقدو. وحادثة فتنته بالجسد الملقى على كرسيه صديق اتسنغات يورتشو قوسن اتسنغ يكير والذي إذا تغندو يترداتو إذا يودو يتردو إن شاء الله. وسننظر في حادثتين ونفسرهما على هدي القرآن والحديث الصحيح إن شاء الله بقى. وقشي هر ديتر ريا خلدل حادثة سلوشي يؤذى خلدل هم دو إذا حاجة ويا قرآن تي حديث تي يوش كي برتفسير دي دوة بقى. قال تعالى دابو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أرد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. خذوه آية معنش إن تقوى آيات تبعضك ديشن شاشة معن دوك شوينة بوع شرح ديردو دلح داود بيمان سليمان بلرشا نعم العبد إنه أو ديك ليا ديلي ورش لي ورق الأيلروي. إذ عرض عليه بالعشي العشي تقال لوش ديقا ديال خان يبحور خان خلت يولش الخان نوي يوك ما بوز لامس يعودلش طبول شر ما بوز لامس تير كدعاء اللائس. إيه الصافنات قورنش الجياد شهك يولش الخزاي يولش. فقال إني أحببت حب الخير حب الخير خذ على لوش ديك حب الخيل دو خيل قور يقور نشيه زروع ديل حق ورا ملا بيتسوي النشابو ردوها علي جو حيالين شين إيش قول الله فطفق مسحا بالسوق والأعناق بوش دقة
تيجح إيوك علم نيخ إسرائيليات شاخيل يروش الإشكال نتنا اللوش ديك هدو ويا تعو هذا وي تخبر الآيات أن الله وهب لداود سليمان وتثني عليه بالعبودية والإنابة وتصف بأنه نعم العبد وأنه أواب رجع إلى ربه إذا إلى الوي سليمان والخيل الصافنات الجياد. ثم تخبر الآيات عن قصة سليمان مع الخيل. سليمان فيمري إزغور ثاني على الموخلة وهي الصافنات الجياد. وعندما نريد أن نفهم هذه القصة هر قصة خوك ديتر وين قيت لأحا فلا بد أن نبقى مع الآيات التي عرضتها. قصة يتسن يرشو الآيات ثاني عاد يزوي باختص آيات شبوه حوس ديزوي دو حل وأن نفسرها ونفهم معناها تنتفسري تنخ بولش بولقية تنمي وألا نخرج عنها آيات شو الآرات دولش خلبية شبوي ولا توجد أحاديث صحيحة تضيف لنا جديدا عن القصة قصة جديدة كلهم تتوخشى صحيح دولش نيسي دولش دي أن حديث ذات وين بات هذا وقد وردت الإسرائيليات وتفصيلات إسرائيلية عن فتنته بالخيل دلحة إسرائيليات شمياه كنا وين دوكو بوغتو قور نشتانة تنخيل دولش دول بتن عيه والر بوغ دوكو يلو اشتق وتقصيره في العبادات والواجبات أي تو دال ديشتو العبادة عشي دي قريحة دال حلقة دولش دول تو بين بولش بول إيشم لاشتغاله بالخيل وسباقها يقور بحن دولش تنخ يغولا إش خشخ يغرع إش خوخشي إش هذلك إسرائيليات كعدين دو وأنه لما ندم على ذلك يدوحكو والتشولتيحا قام بقتل تلك الخيل وإتلافها يجي يقول جاي أرتوال خلك يدعي خرتوال. وقد أعجب رواة الإسرائيليات من المؤرخين والمفسرين بتلك التفصيلات بعضها إسرائيليات يتسن يرشل الإسرائيليات يغبل تيتسبل دقو إستوريكشي مفسرون تفسير دين شارع ديز نقش بعد شيء وأوردوها في مؤلفاتهم شيء حقي نتار وفسروا بها كلام الله أي القرآن تفسير ديتشنا دالا دي نكتاري باخ. ما معنى كلمات الآيات بوقته ضلح ات آيات يعديه كان دول ات آيات شيء دشنا شيء هم عنده تيالشة يوك وجملة يوتوين نحو يوتوك وين إذ ظرف زمان للماضي في محل نصب مفعول به إذ بما باش يشتات دلح. والخطاب موجه لرسول الله خطاب بها قام يلا بيامر يقدو ويبيامر صلى الله عليه وسلم ويشمل كل مسلم مع من بعده والتقدير دلع بيامر يقدو لشتو الخطاب با خطاب قيقم بو مصو أمة شلوتسو والتقدير تقدير هو موقية ديزل أذكر وقت عرض الصافنات الجياد على سليمان أي سليمان بيامرنا عشي بوشور زامن شو حيد مدياء نجي مغبوز نجي مركز نك شلوت شل خانيوزة تون يقورن الشيء تيح شغلر قيت شغلر. والعشي بوهق وقت العشية هو ما كان قبل مغيب الشمس ما تشبوز لي يلو شل خان نقص دياء نجي مغبوز نك شلوت أتيحو ديوت سقوة. أما الصافنات الجياد الخيل الجيدة بو ديك قوريوز تشاخكيو تشل قوريوز. ولم ترد هذه الكلمة الصافنات الجياد في غير هذا الموضع في القرآن. حكم التعبية حكم آية تعبية كيتش متعدئنا ذات وانزبوخ. والصافنات جمع صافن بوشون جمع دو صافنات. والجياد جمع جواد بوشون جمع دو جياد. الصفن بوخ راغب بس الجمع بين الشيئين ضاما بعضهما إلى بعض تشيهم غوشخت وغردو إذا شيهم قطعن قول دلر يقال صفن الفرس قوائمه قوائم شتن كوكش بوك قول بيرتو قال تعالى الصافنات الجياد مو قول رواية الصفة دي تركتن.
وورد في المعجم الوسيط: صفن الفرس يصفن صفونا، أي قام على 3 قوائم يعني. صفن تقالوش ديجا كاكو وقت يخوتر إزال تقوى أي بنابولش. وطرف حافر الرابعة. وصفن الرجل صف قدميه. أما الجياد، جيادة الأشدقة، فهي مشتقة من الجود. قال رأى الجود بذل المقتنيات مالا كان وعلما. جود إذا كان جود مالا كوميرش خلاردو. رجل جواد كوميرش بوغدو. يقال فرس جواد يجود بمدخر عدوه. والجمع جياد. تشخكيو تشيجوزا جياد جمع دو أي بالعشي صافنات الجياد. الآية التعديس نوين. جاد الفرس أي صار جوادا. جاد الفرس في عدوه أي أسرع. عدو قور يدردو، عدو يدردو أسرع تشحك دربو. والجواب النجيب من الخيل. نجيب برودستي بوغدوك رسمات تريالج قلت ترى إز قور حدك نجي يقز. والجمع جياد. لماذا وصف الخيل بالصافنات الجياد؟ إيش تنديتن قور إيرتشا. لقد وصفت الآية خيل سليمان عليه السلام بصفتين صافنات الجياد. والصفن حركة لطيفة للفرس عند وقوفها. الصفنة إذا دحوتنا يولش سوء كواغلوز برا جميولي لردوك إذا شي خزل قويتش سخول تعب خيلا يجين خيروكشون يخز قورنا شا يوتيوب شو حكايتنا. حيث تقف على ثلاث من قوائمها الأربعة. طيب كواغبوتشون دلع كانتي عليها تشوز. أما الرابعة بيقول نجم من قوائم فإنها ترفعها حلائبا لستوش بقتو بيقول نج. وتجعل طرف حافرها على الأرض. إتا كوجي كبيت بحق اشتداخوة الموخ درشت اشتياش ها؟ وهي بهذا تجمع بين رفعها وبين الوقوف عليها. فلا هي رفعتها عن الأرض ولا هي وقفت عليها. دو أي بنابات إذا يوعبل نابات كس. وهذه حركة لطيفة خز حركة دفجيني إز جورو ياشو ولا إيهم إي صورتتو وين جويتش دولا خز صورت دو إز بوتو. يدرك جمالها من استمتع بمنظر الفرس وهي صافنة. يتسنق حيوش ورشنابا يخو أردوش. والخيل الجياد التي هي الخيل النجيبة التي تجود في سيرها وعدوها. إذا برودستي يولش ديكي يولش قوري إذا شي يدر يحشخ كايوش. فهي تبذل جهدها وطاقتها في عدو شي بدك ينيت على يدشينا. وتجود بذلك ولا تضن منه بشيء. فيأتي عدوها سريعا. توشي نيت سبوتسوا نو يدجاه كايو ديز بوتسوا إذن ريات تديش اشتيات إذا. ومنظر الخيل جياد تجود بطاقتها في عدوها جميل. بطاقتها في عدوها جميل لطيف مؤثر فالوصفان يدلان على حركتين لطيفتين. اتشن صافنات آل ريحي جياد آل ريحي تنتني ستتوى. أي الصافنات تصوير للخيل عند وقوفها وسكونها باخ. الصافنات آل ريحي قوري صورتو ويخوتوش إدخوتن يولشينح. حيث تقف على 3 قوائم ورابع الرابعة من قوائمها إذ ويديت سندرشتور صورتو إذا يقتديت وي. أما الجياد تصوير للخيل يو إذ قورا صورتو إذا عند عدها وإسراعها في رقي يدشينح. حل الصافنات الدخوتن عشينح كوت ديت نسوا. الجياد يدشينح موخ كوت ديت نسوا وين باخ. الشيء خوتن يولشينح يدشينح يقور موير دوتش خزل يقصو يوتش وين. ولهذا هي خير جزيل جميل. وكان صلى الله عليه وسلم يدرك ما فيها من خير. تندر قعدولش دول ديكل يقورا كي يتنبر سليمان بو. إني أحببت ألقت حب الخير حب الخير خير ديك بوغ ما داي خروشة يدوز
خير كوز على الأوش خير دو هون أجورني دائما قيمة دار لتذكر دو الحديث دائما دو يعني عور دو كويس عن ذكر ربي. وأخبرنا رسولنا بوقت مرضي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخير الجميل الملازم لها. اتس درش دول دك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أيه الخيل ملازم لها الخير إلى يوم القيامة بوقت دقيس قيمة دالة شيء قاعد ديك نقدرش أي ديك نقبوغ كذا قيمة عنش دياخة ديلني أحا شليل ورخل ريال. سليمان يشرف عن تمرين وتدريب الخيل جور عام وش تاحا إشراف داش ركو دي تاش وسليمان. ولما عرضت صافنات الجياد على سليمان عليه السلام وقت العشية حمد الله على ما أنعم به عليه منها وقال إني أحببت الخير عن ذكر ربي. إيش سليمان بيمرنا حياة لتش تخين شو عشي بوش ولا تخين شو إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. والمعنى أي أحببت الخيل حبا كثيرا بوقته يقورج أو يزر شيء لما فيها من خير تنقع شوات ديك دير وحبي لها عن ذكر ربي وسبب ذكر ربي وبسبب ذكر ربي. وحبي لها شيء ديل شادوك حيه ورنا ليه لحيه وشا دخل البحن دولش يزر دوش يعني ما عندك نقو قوتن عزلا. فكأنه ذاكر لربه عندما يحب الخيل أي إحجور دق يشينا ديل حقوا شو إز فحبه لها ذكر منه لله. تويست إجور تنيزر إجورة تو غازوة تاع إسبورزوة تاع شوش ديلني ع إسبورزوة تنقعد شوارت ديك دو إزجور يجح إجور تنية ذرة إذا شندل دول نعمة دويزة إذا ديل دوش دول نعمة دوك دي زر ديل حقو شارع هو إباطة كيتشو ويا شكر ذرة أركان شديد ترك على استعمال النعمة في طاعة المنعم يعني دال ديل دولش دول نعمة دال متأخرة لحوزة دال شكر درمدي إزدو باخوق وقع دق ويشكر على إنعامه عليه بها باخ. فكلما يراها إجمتسجو يشكر ربه ويذكره. إيش ما عندك نقطة إيش ديكيدو إز الدال شكر دوتو ديل حغاوتو. كما إن إعداده لها وإشرافه عليها صورة من صور عبادته وذكر ربه. إشتا إتجور نشتولي لير تيردول در إش عامير إذا الله دال ديل حق وري دال شكر دري دال عبادة در سورة تاع سورة دعون باعتو سليمان بايمري. حتى توارت بالحجاب وقدعون الكلام عن الخيل لا التي أحبها. ومعنى توارت بوهق أي توارت بوشتون معنى اختفت بوهق اختفت قيل دالردو بالحجاب. الحجاب هو شيء كان يعجبها عن سليمان كأن يكون جبلا أو تلا. أي الحجاب هو شيء سليمان بايمان تعدوا على خطر بردو يقز تل تبوزوش الناس جبل لامبو خليل انت اوبشن معنى يعود وكردوتو. وتدل جملة حانتن يستوى على أن سليمان عليه السلام كان يراقب خيرا ويشرف عليها. أي سليمان باي مرة يتقوري حاجة عشتن دول دي أشعش ولشا ويمرنها على الجري والعدو يدعى مواشي ليلعى مواشي لتكون دائما جاهزة للجهاد دائما جهادا اكيد شري ترحم. ويبدو أنه أمر برقد الخيل وعدوها شين خيط ريح والله أعلم توئت قوري يد الأرباخ. فلما رآها تجري وتسبح في الميدان حمد الله على ذلك يدشينا ليل شيناحا اتسارينجاحا دال خاصة بيرتو. واعتبر حبه للخير صورة من صور ذكره وشكره لله. إيجور يزرت أكتو
شين ديل حوري دال شكر دري ديل ويزري دال عبادة در لا الرقصوة إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي. وبقي ينظر إلى الخيل السابحة في الميدان معجبا حتى توارت واختفت وراء الجبل الذي حجبها. إيش يقور تو عام وش حش ليلش يلشة ليلش يسيستنا تعلمت يا لقيل يلقتنس. ولما توارت وغابت عن ناظريه قال ردوه علي. يقيل يلشلت يا حيالي باحتوز تنجرني قور حيالي باحتوز وش يهتز. ومعنى ردوا علي أعيدوها إلي بوغدوك حيالي بوغدو فأعادوها له ولما رآها أمامه صار يمسع عليها. يو حيالا نشين حالها دعوة تيشا أي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يرش سوق كوكبو أعناق ورتيو مسح مصدر دوك أيت في تكيك حكر بوغدو إز كوكش بيخر بوغ داتس كوارت بيخر بوغ داتس تعبولو شهر ما ألر لا كيك حكر سو شين جور خزخيتش غادي تساويش يوك دكتور دينك يدوش هذا اللي يجلوش لكوزع. وسوق جمع ساق بوغدو إز كوكبو والمراد بها سياق الخيل والأعناق جمع عنق ورتيو. والمعنى أن سليمان صار يمسح على سيقان وعناق الخيل. أيتنا إتآتا لوش دقا سليمان بيامر عليه السلام إتلامت إيحاد يقوش ريالة شلت إيحاء يو إشين حيا لي ألا حيا لن تنحلها دعوة تنشيناها تنا ورت تنا حش كيك حكتوا. ويمرر أصابعه عليها برقة ملاعبة عند الأمن منه للخيل وتكريما لها وإظهارا لاهتمامه بها ومحبته لها. أي تشوغودو تشوغودو تكيد حش ملاعبة منه للخيل وتكريما لها تنديرا باش وإظهارا لاهتمامه بها تنترجو يخو إتشا يجينيزي غويتش. ومعلوم أن الخيل تحب هذه الحركة اللطيفة من صاحبها ذاك وين ما أرجورنا ملايش يعني شحس لاتن وتأنس به يعيش ملاتن مرزوق ولتن شيء خزي إنساني عندما يمسح على سوقها وعناقها وأعرافها وجسمها فتزداد وفاء لها ملا تيشمي خلتن وتعلقا به ملا خزي نغتسل الله خلي كما تزداد إقداما في الجهاد إشت شي خزين شي تخيلش ديلني عارة يا جهة دجناحة ملا يغتغ غير شو غير تريولو شاخو الإزباح إشت كي ديخ دوهر دي ترى مت ديخي دا ترى مشاك ديلي إننا نعلم أن سليمان عليه السلام كان رجل جهاد وإنما غأر سليمان بما ديلني أعجاز وتشكعو يكشكله وأنه خاض معارك إيمانية ضد الكفار كرسنا دعاء تمشي بننسوة. وكانت الخيل من أسلحة الحرب المعروفة جورش وإن ما ارتغن تانك شغلة حتى جورش خلا. ولذلك كان سليمان محبا للخيل جورش دقي يشغلتنا لهذا الهدف الجهادي العظيم جهادي يكشل ديرتوا الذي يحقق له الخير خيل جوريو خير ديكدو ديكدو شو يجور بعضه. وكان يعتبر حبه للخيل وإعدادها للجهاد صورة من صور ذكره لربه تو يجور تن حجر دي تن دول دري تن يزر دي جهاد تو إكاشري دي الحخور الحصور تشاتا صورتوس أي إزجور بحندولش دي الحخور دي تستلر بوق ده تيزا دي الحخور دوق إزشاء بوقتوا يتريتنا. وكان يعد الخيل للجهاد دائما ويحرص على لياقتها البدنية الجهادية ويبقيها في المضمار والميدان تعدو وتسبح. إشتا دائما ناتن دول دي أشحوش وري بوغدوك الدوت سيالش والله تعالى أعلم. إدو الصافنات الجهاد أغلوش ديك. أما الجسد الملقى إن شاء الله تعالى ويا يغدو يسردو. ده دي كان زبيقا بويلة